إن لم، وهي سجلوها علي، إن لم قلتها سابقا في سكاي نيوز وهسه أعيدها، إن لم تستسلم إيران الآن فورا خلال هاي الساعات المحسوبة، سيدي الكريم، طنبو الكبرى وطنبو الصغرى وأبو موسى ستعود للإمارات، شط العرب سيعود للعراق، إيران ستخسر وحدتها ودولتها القومية الموحدة. أكثر من ذلك، مضيق هرمز سيعود بإشراف عراقي إماراتي عربي خليجي. ليش؟ لسبب بسيط، ما عاد بس خل أكمل وقول اللي يعجبك. ما عاد أكو موثوقية لا دولية ولا إقليمية بوجود إيران ودورها بهاي المنطقة، ويحتاج أن يكون هنالك شركاء موثوقين. الشركاء الموثوقين هم العرب. يا ابن العم خليني أقول لك شغلة، لو اضطرت إيران لتدمير كل المنطقة وحرق كل المنطقة لن تسمح بهكذا أمر أن يحصل. شفت هذه هي اللي بدك توصلها. أنتم مستعدين أن تفعلون لأمريكا وإسرائيل كل شيء، بس المهم لا وجود للعرب في هذه المنطقة. هذه هي الحقيقة. اتفق معك، انا بهاي اتفق معك، والله اتفق معك، والله ايران سوف تتخذ والله انكم تقبلون اسرائيل وروسيا والصين وتقبلون بالشيطان الرجيم. المهم ان لا يكون للعرب وجود، وهذه هي نهاية إيران في هذه المنطقة. المهم أن لا يكون للإسرائيلي والأمريكي. سيدي أنتم اللي جبتوا الإسرائيلي وسلمتوا غزة أنت تحكي على جنوب لبنان والحرس الثوري ما هرب. أنتم هربتوا من سوريا وإجيتوا عندنا. لو نسيت أول البارحة من انسحب بشار الأسد 5000 واحد شردتوا وطببناكم بحدود الأنبار. أدز لك الفيديوهات، أسولف لك الثاني. حزب الله لا خلى كمل حزب الله تحكي عنه عاف جنوب لبنان للإسرائيلي. اسمع وخدمتك. حزب الله تحكي عن عاف جنوب لبنان للإسرائيلي وإجا شرد عندي بالعراق أصرف عليه. انت تحكي لي ما تهرب، انت هربت بالفعل. انتم هربتم بالفعل من سوريا ومن لبنان واجيتوا عندي بالعراق. موجود انت الان في كربلاء والنجف وبغداد، انا اصرف عليك لاجئ. جاي تحكي لي انت ما تهرب، انت هربت بالفعل. قتل وليك الفقيه وسكتت، الان تقول نحرق الدنيا. بس ما رجع طب الصغرى وطب الكبرى وابو موسى. والله سنعود سنستعيد. لا يا سيدي. طيب شنو هالفوضى؟ من تكون وتحرق المنطقة، من تكون لك صدام حسين رباك 8 سنين انتهت الحرب العراقية الإيرانية، بساطيل العراقيين على أرض إيران، صروفات دبابات من الأرض الإيرانية. انتم هربتوا وتركتوا